شركة خارج الصندوق اوت اوف بوكس، شعارها الحلم الكبير في المكتب الصغير. احنا هنا مش مجرد شركة، احنا هنغير العالم. احنا مش شركة عادية، احنا تكنولوجي في كل حاجة، منتجاتنا وشغلنا. كل اجتماع عاوزين افكار خارج الصندوق. هو طبعا الابداع حاجة جميلة وكل حاجة، بس افكار ايه اللي خارج الصندوق واحنا ما عندناش صندوق من الاساس؟ استر نفسك. الشركة الناشئة الستارت اب هي المكان اللي فيه كل شيء ممكن تتعلم كل حاجة، من تطوير المنتجات للتسويق، واحيانا هتكون انت العميل الوحيد اللي جرب المنتج. بضاعة ببلاش وصاحبها راجل مغفل. لكن دايما في امل كبير وعالم مليان بالحماس. حتى لو الطريق مليان تحديات، الشركة دي دايما مواردها محدودة. فلو انت شغال في شركة خارج الصندوق ومش بتعرف تلعب 10 ادوار في نفس الوقت، يبقى مش هتناسبك، لانك ممكن تشتغل فيها سيلز، ماركتينج، والمالية، وايام تشتغل اوفيس بوي كمان. ايه هو مفيش غيره ولا ايه؟ دي المرونة اللي بتخليك تناسب روح شركة خارج الصندوق. بس لو معاك فكرة مجنونة، يبقى اهلا بيك في العالم الجديد. ودعوا يا دم. لو شغال موظف في شركة زي دي، لازم تخليك مرن ومستعد للتغيير، لانها شركة في حالة تطور سريع. خد زمام المبادرة، لان زي ما قلنا مواردها محدودة. اتعلم بسرعة، لان السوق بيجري بسرعة، وانت محتاج في الشركة دي تكون اسرع منه. انت سريع قوي كده ليه؟ الهي تدخل نار جهنم بنفس السرعه. اتحمل المخاطر، لان الشركات دي بطبيعتها كلها مخاطر عشان تقلبات السوق والتمويل. وخليك فاكر، محدش بياكلها بالسهل.